بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم احمد المصري. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله هتكلم فيه عن ازاي نأرج السلك بتاع الانترنت او اللي هو كابل الانترنت او الايثرنت. وده فيديو حبيت اعمله لان انا في ناس كتير بتتواصل معايا على القناه لما بيكون مثلا شاف شرح لراوتر معين على القناه او الفيديوهات بتاعه الشاشات السمارت، فاحيانا وانا بقول له مثلا وصل الشاشه على كابل ايثرنت بشكل مباشر بالراوتر على طول عشان تعمل مثلا تحديث للشاشه او تحل مشكله واي فاي، او لو عندك مثلا مشكله في الراوتر ومحتاج ان انت تدخل تعمل كونفيجريشن عن طريق توصيله باللاب او الكمبيوتر بتاعك بشكل مباشر على طول لو الراوتر مثلا مسقط سوفت او الكلام ده كله، او لو انت مثلا عايز تتعلم التأريج لسه داخل مجال الشبكات وعايز تعرف ازاي تأرج السلك بتاع الايثرنت او كابل الايثرنت وتعرف ايه هي الانظمه المتبعه والالوان المتوفره في السلك وهي الالوان اللي ممكن نستخدمها والالوان اللي ممكن نتغاضى عنها والحاجات دي كلها. كل ده اقوله لك في الفيديو ان شاء الله. بس تعالى قبل ما نبدا تعالى اعرفك على الادوات اللي المفروض تبقى متوفره معاك. اول حاجه طبعا اللي هو الكابل بتاعك، كابل الايثرنت بتاعك، واللي بيكون في العاده من النوع اللي هو كات 5 اي او كات 6، والارجيات بتاعتك طبعا واللي لها اكتر من نوع اللي هو الارجي 11 اللي هي الصغيره دي اللي بتبقى عباره عن 4 طرف واللي بنستخدم منهم طرفين 2 بس في حاله انك عندك مشكله في السلك اللي جاي من كابينه التليفون من بره او من البوكس بتاع التليفون وداخل على الراوتر بتاعك او على السبليتر بتاعك، فدي الارجيه بتاعتها المعروفه اللي هي الارجي 11. في بقى الارجيات اللي احنا هنشتغل بيها اللي هي الارجي 45 واللي هي بتاع النتورك العاديه المعروفه واللي بتكون عباره عن 8 طرف واللي هنتعرف عليها الوقت بالتفصيل ان شاء الله. هيكون طبعا معاك كمان كماشه الكبس او اللي هي القراجه زي ما هي مشهوره معروفه، والمقص او اداه التاشير بتاع الاسلاك، او عندك كده اصلا في الكماشه او القراجه بتاعتك بيكون موجود فيها اصلا قصفتين او عدد 2 قشاره، واحده لتاشير السلك والثانيه للتقطيع. فيعني الموضوع بسيط ولكن هي دي الادوات المشهوره والمعروفه. ويا سلام بقى لو معاك مثلا تستر علشان تختبر اطراف السلك بعد تأريجه، او توصل على الراوتر او السويتش بتاعك وتوصل بجهاز الكمبيوتر وتشوف هيقوم معاك ولا لا، ده في حاله ان مفيش تستر. طيب ايه هي انواع التوصيل الاساسيه المتبعه المعروفه في الوطن العربي وفي مصر بالتحديد او حتى بره مصر؟ في نوعين او نظامين رئيسيين لترتيب الالوان. اول نظام فيهم اللي هو التي 568A، بس ده احنا مش بنتبعه في مصر ولا في الوطن العربي عموما، او يمكن على مستوى العالم كمان الا في حالات نادره قوي. اما النوع الثاني المشهور اللي هو التي 568B، وده عباره عن النظام المتبع في مصر والوطن العربي. طيب بالنسبه لترتيب الالوان هيكون ازاي؟ بالنسبه لترتيب الالوان في النظام المتبع اللي هو التي 568B، طبعا وصله السلك من جوه او الكابل بتاع الايثرنت بيكون عباره عن 8 طرف، والالوان بتاعته بتكون طبعا معروفه اللي هو من على اليمين او من على الشمال مش هتفرق، بس اهم حاجه يكون الترتيب زي ما انا اقول لك دلوقتي. والترتيب طبعا بيكون لو هنبدا مثلا من على اليمين اللي هو بني ابيض بني، يعني الكابل نفسه لونه بني والطرف الثاني ابيض في بني، وهكذا. يعني من على اليمين مثلا بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي. وده النظام اللي هو التي 568B زي ما هو واضح مثلا في الصوره قدامك دلوقتي علشان الامور تكون واضحه ليك اكتر. وطبعا تكون البنه او الارجيه بتاعتك وشها لفوق كده، يعني النحاس مقابل ليك مش العكس، فبتخلي البنات تكون مواجهه ليك كده. وعايز بقى تبدا من على اليمين او من على الشمال مش هتفرق معاك، بس اهم حاجه يكون الترتيب زي ما قلت لك: بن ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي. ده من على اليمين للشمال. عايز تبدا من الشمال هتبدا ابيض في برتقالي وبعد كده برتقالي وبعد كده ابيض في اخضر وبعد كده ازرق وبعد كده ابيض في ازرق وبعد كده اخضر وبعد كده ابيض في بني وبعد كده بني. لكن طريقه الحفظ الثانيه اسهل شويه لو انت عايز يعني تحفظه في دماغك لو كنت لسه مش متمرس او الامور لسه جديده بالنسبه لك. برضه للعلم بالشيء الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها ديت اسمها ستريت اوفر، وفي طريقه ثانيه كانت قديمه شويه اسمها كروس اوفر. طيب الطريقه اللي هي الستريت او الطريقه اللي هي المستقيمه دي ببنستخدمها امتى؟ بنستخدمها في حاله ان احنا نوصل جهاز مع سويتش، يعني جهازين مختلفين عن بعض، فبيكون الترتيب بتاعهم بالنظام اللي هو التي 568B اللي هو النظام المتبع زي ما قلت لك في مصر والوطن العربي كله. لكن زمان كنا بنستخدم طريقه اسمها كروس اوفر، والطريقه ديت لما كنا بنستخدم جهازين زي بعض، يعني جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر ومفيش سويتش بينهم، او انا مش قادر اوفر سويتش، ففي الحاله دي كنت علشان اربط الجهازين ببعض كنت بستخدم الطريقه اللي هي الكروس اوفر. وطريقه الكروس اوفر ديت او الطريقه المعكوسه ديت كنا بنستخدم فيها النظامين مع بعض اللي هو نظام التي 568A والطرف الثاني اللي هو التي 568B. يعني كنا بنيجي على الطرف ده مثلا اللي هو التي 568B كنا بنقرجه بالنظام اللي هو الستريت، واللي هو بيبدا من على اليمين مثلا للشمال، او زي ما قلت لك العكس: بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي.
وباجي بقى على الطرف الثاني بعمله بنظام الكروس بالنظام اللي هو الاي اللي هو تي 568 اي، وكنت بخليه كالتالي: بني ابيض بني من على اليمين للشمال، مثلا بني ابيض بني، وبعد كده برتقالي ابيض ازرق، وبعد كده ازرق ابيض برتقالي، وبعد كده اخضر ابيض اخضر. فانا عكست الطرفين. لو وصلت بقى الجهازين ببعض، جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر، بيبقوا كانهم نتورك واحده بدون سويتش، ولكن ده كنا بنستخدمه في حاله ان مفيش سويتش ما بين الجهازين وبعض. طيب للعلم بالشيء برضو علشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لك، هتلاقي ان كابل الايثرنت بيجي عباره عن 8 طرف. السؤال المهم هنا، هل ال8 طرف دول بيشتغلوا؟ لا، مش في كل الاحوال، وده لان طبعا احنا بنستخدم اصلا في الاجهزه العاديه زي الكمبيوتر والراوتر والسويتش بنستخدم 4 اطراف بس من ال8، والاربع اطراف دول اللي هم بالترتيب كده لو انت ماشي معايا. لو هنيجي مثلا من على الشمال علشان تبقى الامور واضحه، هنستخدم اللي هو الطرف رقم 1 والطرف رقم 2 والطرف رقم 3 وبعد كده الطرف رقم 6. يعني الاربع اطراف دول بس هم اللي شغالين، واللي الوانهم كالتالي: اللي هو ابيض في برتقالي، وبعد كده البرتقالي، وبعد كده ابيض في اخضر، وبعد كده اللي هو الاخضر. يعني ابيض برتقالي برتقالي ابيض في اخضر وبعد كده الاخضر. 1 و2 و3 و6. طيب الاطراف بقى اللي هم 4 و5 و7 و8 دول بيتم استخدامهم امتى؟ دول كان بيتم استخدامهم في السرعات القديمه زي ال10 او ال100 ميجا بت في الثانيه. طيب امتى بقى بيتم استخدام ال8 اطراف مع بعض؟ احنا بنستخدم ال8 اطراف مع بعض في حاله الكابلات اللي هي الجيجا بت ايثرنت او اللي هي 1 جيجا بت او اكتر. في الحالة دي بقى بيتم استخدام ال8 أطراف مع بعض، وده طبعا لأن السرعة العالية دي بتحتاج الأربع أطراف اللي هم 2 في 4 ب 8، لأن كل 2 بيبقوا مجدولين مع بعض، فبتحتاج ال8 أطراف أو الأزواج الأربعة دول علشان تنقل البيانات في الاتجاهين مع بعض. يعني في كابلات الكات 6 والكات 5 اي لازم كل الأسلاك دي تكون متوصلة صح والأرجيتين معمولين بشكل سليم. يعني خلاصة الكلام في الموضوع ده، لو السرعة بتاعتك من 10 ل 100 ميجا بت في الثانية الواحدة، بنستخدم الأربع أطراف بس اللي هم 1 و2 و3 و6 زي ما قلت لك. يعني لو 4 أطراف بس اللي شغالين هيشتغل معاك عادي مفيش مشكلة، لكن مع سرعات ال1 جيجا بت أو أعلى لازم ال8 أطراف يكونوا متوصلين مع بعض. وده شرح تفصيلي وعلمي وسليم للأنظمة المتبعة في تأريج وصلة السلك بتاعتك، لو أنت عايز توصلها بنفسك، لو أنت اختصاصي أو فني شبكات أو مهندس IT مثلا لسه بادئ والكلام ده كله، أو لو أنت حتى في بيتك وعندك مشكلة في السلك، بدل ما تنزل تروح لحد أو حد يجي لك تقدر إنك تحل المشكلة بنفسك زي ما أنت شفت. فأنت كده عرفت الأنظمة المتبعة زي ال A وال B اللي هم التي 568 A والتي 568 B اللي احنا شغالين بيه. عرفنا ايه هي الاطراف اللي شغاله والاطراف اللي مش لازم تكون شغاله عادي، مفيش مشكله مع النظام بتاعك طالما هتستخدمها على راوتر او سويتش او جهاز كمبيوتر عادي. عرفنا يعني ايه ستريت، وعرفنا يعني ايه كروس، وعرفنا امتى الاربع اطراف لازم يكونوا شغالين وامتى الثمانيه يكونوا شغالين. كل ده عرفناه في الجزء الاول من الفيديو في الشرح ده. تعالى بقى الوقت اعرفك ازاي تستخدم القراجه وازاي تعمل تأريجة بشكل سليم. طبعا انا جايب لك الوصله دي زي ما انت شايف. احيانا بتلاقي القرجايه مثلا جنزرت معاك او اوساخ او حاجات زي دي زي ما انت شايف كده لو تلاحظ، فبتبقى برضو بتعمل معاك مشاكل. انت ممكن مثلا براس دبوس او ابره او حاجه تنظفها مفيش مشكله وبتشتغل معاك عادي. دي اشهر المشاكل بتاعتها انها بتكون مجنزره او عليها بعض الاتربه او الاوساخ، او احيانا القفل بتاعها ده او اللوك ده بيكون مثلا اتكسر، يعني اتقطم زي ده كده. بما اننا هنستغنى عن ده خلاص، فاحيانا بتدخلها في الان اي سي او اللي هو مدخل كارت الشبكه بتاعك ايا كان مكانه، فللاسف بتلاقيها بتتلخلخ من مكانها كده او مش ثابته او سهل ان هي تتشد بسهوله لو في اسلاك او كابلات كتيره، فاحيانا القفل ده بيكون مهم جدا. فانا دلوقتي هقطع الارجايه دي خالص، الغيها زي ما انت شايف كده. هستخدم طبعا القصافه دي زي ما انت شايف كده، وبرضه هقطع الثانيه ديت زي ما انت شايف. معانا وصلة سلك عادية خالص اهي، هنعتبرها الكابل بتاعك. لو تلاحظ في الارجاء اللي اتقطعت ان احنا بنسيب جزء كده من قدام وبنسيب جزء من الكابل او الغلاف الاصفر ده اللي هي القشره اللي بره دي بتدخل تحت القفل. فينا لوك اهو او اللي هو القفل ده زي ما انت شايف تمام، اللي هو الجزء ده قفل، ده بيسقط او بيقفل على الكابل او على القشره من بره زي ما انت شايف، علشان يضمن ان الكابل يكون ثابت ما يتحركش بسهوله زي ما انت شايف كده. فلازم تاخد بالك من الجزئيه دي، لان انا شفت ناس كتير بتقرج السلك غلط، بيخلي الاطراف هي اللي داخله بس والقشره الصفراء دي او الغلاف الابيض ايا كان لونه بيبقى بره هنا كده، فالكابل بيبقى سهل انه يقعد يتحرك من مكانه. للاسف بيبقى اتصاله سيء جدا واحيانا اصلا ما بيشتغلش. فلازم تاخد بالك من الجزئيه دي، ان القفل ده يقفل على القشره الصفراء دي او القشره اللي هي البيضه او الغلاف اللي هو اللي بره ده. الحته دي مهمه جدا، وبتسيب من قدام او بتقشر من قدام قيمه 2 سم بالظبط زي ما انت شايف اللي هو الجزء ده كده. فتعالى نعمل الموضوع ده مع بعض. لو معاك طبعا قشره زي دي كده ممكن تقشر بيها عادي، بتحطها كده وبتلف فيقشر معاك،
معاك، او الاحسن ليك تجيب القراجه بتاعتك زي ما انت شايف وتطول لنفسك انت بزياده كده، ما تحاولش تضغط قوي، وتلف السلك بتاعك، تلف السلك كده بكل هدوء، يعني انت بتذبح السلك بتلاقيه اصلا فتح معاك بكل هدوء كده، وما تحاولش تضغط قوي علشان ما تجرحش السلك اللي جوه. وبعد كده بتشد القشره دي لبره. هتلاقي عندك طبعا الاطراف اللي احنا اتكلمنا عنهم من شويه زي ما انت شايف، هتبدا بقى ترتبهم بنفس الطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي، سواء من على اليمين للشمال او من على الشمال لليمين، مش هتفرق معاك. المهم طريقه الترتيب هتكون اللي هي زي ما قلت لك، اللي هي تي 568 بي، او اللي هي طريقه الترتيب رقم 2. فانا زي ما انت شايف بفرد الاسلاك كده من بعضها، بني ابيض بني مثلا، اخضر ابيض ازرق، همشي معاك واحده واحده زي ما انت شايف، بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي، زي ما انت شايف. احاول بس ارتبهم لك واظبطهم لك كده علشان تبقى الامور واضحه بالنسبه لك، او تجيب اي صوره من على جوجل وتطبق وراها بالظبط بنفس الطريقه. المهم انك عرفت الفكره زي ما انت شايف كده، من على اليمين للشمال، بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي، او من على الشمال لليمين. المهم نفس طريقه الترتيب دي بالظبط. هتبدا مثلا من على الشمال لليمين الطريقه المناسبه بالنسبه لك، اللي هو ابيض في برتقالي، وبعد كده برتقالي، وبعد كده اللي هو ابيض في اخضر، وبعد كده ازرق، وبعد كده ابيض في ازرق، وبعد كده اخضر، وبعد كده ابيض في بني، وبعد كده بني، او العكس. يعني شوف الطريقه المناسبه بالنسبه لك اللي تقدر تحفظ بيها لو حابب ان انت تحفظ. يعني مع الوقت اصلا هتلاقي ايديك خدت على الموضوع وبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. بعد كده هتيجي بقى على راس الاسلاك بتاعتك، هتلاقيها زي ما انت شايف كده مش مترتبه، واحد طويل وواحد قصير، والموضوع يعني عشوائي شويه. طيب احافظ على ترتيب الاسلاك بتاعتي واضمن ان مفيش حاجه خلفت، وبعد كده اجيب القراجه بتاعتي زي ما انت شايف واساوي الاسلاك بالمقص او القصافه دي. اساوي الاسلاك كده، بس اعمل حساب طبعا ان انا سايب قيمه 2 سم، تمام، اللي هم يدخلوا داخل القرجايه مع الحفاظ على الجزء بتاع القفل بتاع القرجايه زي ما قلت لك. فانا اشوف كده مثلا الجزء ده كويس جدا، اجي هنا كده اقطع زي ما انت شايف، كل حاجه هنا متساويه، مفيش اي مشكله خالص. بفضل محافظ على الترتيب. بجيب بقى القرجايه بتاعتي زي ما انت شايف كده، بخلي وشها لفوق زي ما قلت لك، النحاس بيكون مقابل ليك في وشك كده، وبعد كده بتركب الاسلاك بتاعتك بكل هدوء كده، بتكون ماسك عليها جامد، قافش عليها كده بايديك، وبعد كده بتزقها داخل القرجايه بتاعتك زي ما انت شايف كده. كل حاجه تمام في مكانها، بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي. بتاكد ان كل حاجه تمام، وبعد كده بكبس السلك كويس زي ما انت شايف. بتاكد ان كل حاجه تمام، بعد كده بكبس السلك وببص هنا من على اليمين زي ما انت شايف، هتلاقي الكابل جايب اخره هنا، وهنا نفس القصه بالظبط. طبعا الموضوع ده ما بياخدش مني ثواني اصلا، بس انا يعني ماشي معاك واحده واحده علشان بس اعلمك كويس. زي ما انت شايف كده كل حاجه تمام، وعملت برضو حساب ان القفل هيقفل هنا زي ما انت شايف، اللي هي الجزء الصغير ده، ومن قدام برضو زي ما انت شايف الاسلاك كلها في مكانها، مفيش واحد خالف مكان التاني ولا حاجه، لو تلاحظ هنا كده بالترتيب وكل حاجه تمام. هاجي بقى القراجه بتاعتي زي ما حضرتك شايف كده، وهدخل هنا القرجايه بكل هدوء كده زي ما انت شايف في الجزء بتاعها، واتاكد ان كل حاجه تمام، واضغط كده بهدوء. شوف الموضوع بيتم ازاي، لاحظ معايا بكل هدوء كده. 8 اطراف اصلا اتكبسوا خلاص. خلي بالك احيانا بتبقى فيه قراجه مفتوله او بايظه، فاحيانا بتكسر معاك القرجايه او بتبوظ النحاس، فحاول ما تستخدمش قراجه تكون بايظه، او في اكتر من حد بيستخدمها. طبعا القراجه اللي معايا دي من القراجات اللي هي الرخيصه جدا في السوق، لكن في طبعا حاجات اللي هي التايواني وحاجات نظيفه شويه، بس دي طبعا انا بستخدمها استخدامات بسيطه زي ما انت شايف كده. كل حاجه تمام زي ما حضرتك شايف كده. القفل هنا لو تلاحظ نزل على السلك، زنق عليه زي ما انت شايف من هنا كده، والجنب التاني نفس القصه. ركز معايا تلاقيه هنا قفل على السلك، فالسلك طبعا زي ما انت شايف اصبح ثابت. شايف عامل ازاي؟ مفيش خلاص، مش سهل ان هو يتشد. زي ما انت شايف انا حرفيا بشد. عندك هنا برضو الاسلاك، شايف تقفيلها عامل ازاي من الجنبين، لو تلاحظ هتلاقي البنات النحاس غرزت في السلك، تمام، ركز كده. ومن هنا نفس القصه، لاحظ هتلاقي البنه غرزت في السلك. طبعا احنا مش بنعري الاسلاك من قدام ولا حاجه، هي البنه النحاس دي دورها ان هي بتخترق الجدار بتاع الغلاف بتاع السلك، وبتلمس في السلك النحاس من جوه، هو ده دورها اصلا. ومن قدام هنا زي ما انت شايف تمام، زي ما حضرتك شايف كده. الموضوع بسيط جدا. تعالى بقى اعمل لك الجزء الثاني على السريع. زي ما انت شايف بنعمل كده بسرعه، زي ما انت شايف كده الموضوع بيبقى سريع بقى خلاص. ايدك خلاص خدت على الموضوع اهوت، بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، تمام، وهكذا. بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقال ابيض برتقالي زي ما انت شايف. طيب دي بالنسبه للطريقه الاستريت. تعالى بالمره احنا بنتكلم اشرح لك برضو الطريقه الكروس بتاع زمان كنا بنعملها ازاي لو انت احتجت لها. يعني بنقول بني ابيض بني، وبعد كده اللي هو برتقالي ابيض ازرق زي ما انت شايف كده. بنجيب بقى هنا اللي هو برتقالي، وبعد كده بنجيب الطرف اللي هو زي ما انت شايف كده بني ابيض بني، برتقالي ابيض ازرق، وبعد كده بنجيب هنا كده ازرق اهو، بني ابيض بني، برتقال ابيض ازرق، ازرق ابيض برتقالي، وبعد كده بنقول اخضر ابيض اخضر.
اخضر. شايف الترتيب عمل ازاي؟ بني ابيض بني، برتقالي ابيض ازرق، ازرق ابيض برتقالي، اخضر فابيض اخضر، زي ما انت شايف. دي الطريقه الكروس او اللي هو نظام تي 568 ايه اللي كنا بنستخدمه في حاله ان انت عايز توصل جهازين مع بعض، ده بشكل عملي يعني. وبتقرج على كده، فبيبقى عندك طرف اللي هو الستريت وطرف اللي هو الكروس. لكن طبعا زي ما قلت لك احنا بنشتغل بالنظام اللي هو البي، فانا هرجعه زي ما كان اللي هو بني ابيض بني زي ما انت شايف، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي. خلاص بقى الموضوع سهل اهو، تقدر انك تمشي بنفس الخطوات دي بالظبط. بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقال ابيض برتقالي. وبعد كده هساوي الاطراف زي ما انت شايف. هجيب برضو الارجايه بتاعتي، كل ده على السريع اهو ما ياخدش منك وقت. ادخل الارجايه بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقال ابيض برتقالي. اتاكدت ان كل حاجه تمام. اكبس السلك بتاعي زي ما انت شايف، كل حاجه النهايات تمام هنا وهنا تمام. الاطراف بتلمع من قدام زي ما انت شايف، كل حاجه تمام اهي. والقفل بتاعي واخد حقه زي ما انت شايف اللي هو الجزء ده. هاجي بقى على الراجه بتاعتي زي ما انت شايف كده اهو، خلاص تمام. بس كده انا خلصت. اظبط القفل بتاعي كده، اظبط القفل هنا برده بهدوء، كل حاجه تمام، طرفين زي الفل، مفيش اي مشكله فيهم تمام. زي ما انت شايف دي الاطراف، لو تلاحظ هتلاقيهم زي بعض، بني ابيض بني، اخضر ابيض ازرق، ازرق ابيض اخضر، برتقالي ابيض برتقالي. يعني سمعها لنفسك كده هتلاقي الموضوع بسيط جدا. فهي دي كانت الفكره كلها. حبيت بس افيدك بشويه المعلومات الحلوين دول، اتمنى تكون استفدت منهم ان شاء الله. ما تنسانيش من خالص الدعوات، ولو عندك اي اسئله او استفسارات او حبيت ان انا اساعدك في اي حاجه سيبها لي في التعليقات، وان شاء الله افيدك فيها باذن الله. وطبعا في النهايه مش اكد عليك، لو لسه جديد معايا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب، الاشتراك في القناه، ولايك وشير وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول ان شاء الله. شرفني كمان باشتراكك في قناتنا الثانيه سؤال وجواب قصص وحكايات علشان يوصلك كل جديد ينزل فيها اول باول باذن الله. هتلاقي كمان رابط الموضوع الخاص بالفيديو ده للناس اللي بتحب القراءه او الانترنت بطيء عندها. هتلاقيني سايب لك رابط بالموضوع موجود في اول تعليق مثبت وموجود في الوصف تحت الفيديو ده، تقدر تدخل عليه وتقرا الموضوع وتطبق برضه بشكل نظري، او تقدر تشوفه على موقعنا الالكتروني باذن الله. هتلاقي كمان رابط بالموضوع ده للناس اللي بتحب القراءه او الانترنت بطيء عندهم. هتلاقيني سايب لك الرابط ده في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو، ينقلك على موقعنا الالكتروني على طول ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم، اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.